النهارده نزلت قلت اجرب شركه اوبر ونشوف بقى هل فعلا الشغلانه دي فيها فلوس ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين كده ابتديت اللي انا اشتغل وفعلا عملت ابلكيشن وتوكلت على الله ونزلت. اول رحله خدتها لمدينه نصر، بعد كده عملت 5 رحل بالظبط في مدينه نصر. صدقوني الرحله كانت بتيجي رحله ورا الرحله رحله ورا الرحله. عملت بالظبط 132 جنيه على الابلكيشن، لكن بالبونص او بالمعنى الاصح مش بالبونص، بالتبس او البقشيش عملت لي بتاع حوالي 175 جنيه بالظبط. في كام بقى؟ في 2.5 ساعة بالظبط. طبعا في منهم نقول نص ساعه لان انا ما بعرفش اسوق قوي كويس المكنه، فعشان كده هوت يعني ايه، يعني بطيء على قدي. فاشتغلت وقمت عامل بفضل الله في خلال 2.5 ساعة عملت حوالي 175 جنيه بالظبط. لو شلنا منهم 25 جنيه بنزين للمكنه هتلاقي ان انا عامل صافي 150 جنيه صافي في 2.5 ساعة. حضرتك لو حسبتها كده اهوت، وخلي بالك كمان انا ايه، في حاجات كتير قوي ما عملتهاش. ان انا مثلا ما باخدش رحل طويله لان انا مش متمكن قوي من المكنه. دي اول حاجه، ما باخدش رحل طويله، باخد الرحل اللي على قد كده اهوت، يعني ايه الرحل الصغيره اللي جوه مدينه نصر. لقيت نفسي زي ما ذكرت قبل كده عملت 150 جنيه في خلال 2.5 ساعة. لو حضرتك حسبتها كده واشتغلت 8 ساعات انا بقول لك يعني مش اقل من 500 جنيه حضرتك هتعملهم. خلي بالك انت لسه شاب ولسه تقدر تشتغل، وتصدقني تقدر اللي انت تشتغل، وهتحاول اللي انت ما تتكئش على حد. النهارده اللي انت مسنود عليه مش هتلاقيه بكره. خلي بالك لازم تعتمد على نفسك، ولازم تشتغل، ولازم تتعب وانت صغير عشان تستريح وانت كبير. لانك لو ما تعبتش وانت صغير صدقني هتتعب وانت كبير. مش بس كده، وهتتعب كل اللي حواليك. خلي بالك وركز، لازم تشتغل ولازم تتوكل على الله. تحياتي للجميع.